الإسكندرية تقدم سنين وراها سنين بتحكي، ايدين معاها ايدين بتبني. مذيعتنا العزيزة مشغولة في ايه؟ بكتب حجز هبعته للتنسيق، وروح بتنقل نبضها للناس، لجوه القلب نور يسري، أثير موجة يطير ويهفهف، يخلي الحلم علم، يغني في الميعاد اهو بالظبط قدام الاستوديو، والهندسة مستعدة للعمل والإبداع. كأنه كان امبارح ولسه بكتافنا شايلين القضية، ثقافة جيل بيعلى ويعلى، إذاعة عريقة أصيلة عافية. ومن هنا مكتبة الشرايط بترحب بيكم، نعدي نسلم لغيرنا الكلام، وجيل بعد جيل بيحلى العلام، يكمل رسالة أسد كبار، وموجة بتهدي لموجة السلام. ساعة حب، ساعة رد الجميل، رد الجميل لجيل جميل. أساتذة FM، الإعداد والتقديم خالد السيد. أهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد أساتذة FM. دايما بنقول كل حد بيدخل الإذاعة بيتقال له أول كلمة: أنت داخل هنا لست موظفا، ولكنك حاول أن تكون مبدعا. كل واحد بيحاول على قد قدراته اللي ربنا مديها له، أكيد بيحاول يكون مبدع. طيب الإبداع ده محتاج قدرات، يعني في البداية كده يكون عنده قدرة أن هو يبتكر أفكار للبرامج، فكرة للبرنامج جديد يقدر يقدم بيه خدمة للمستمعين. طيب دي نمرة 1. نمرة 2، لو ضفنا قدرة تانية بقى مهمة جدا 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 عن القدرة الأولانية، هنقول هي الخلق، يعني نقول إيه، الفكرة أو خلق الفكرة. طيب تاني حاجة، يكون عنده خيال خصب، يكون عنده قدرة على الكتابة والتعبير الدرامي، ويقدر زي ما بقول كده الدراما دي أفضل وسيلة نقدر نقدم بيها سلوك، أو نقدر نقدم بيها شيء يفيد المستمع، يعلمه. حقيقة الإنسان اللي بيسمع راديو، يسمع دراما، حكاية وقصة كده عن طريق التمثيل والممثلين، وفي كاتب، والموضوع الكاتب ده شاطر وبيقدر ان هو فعلا يروح هنا ويروح هنا عشان يجيب للمستمع العلم بشكل ممتع. الحقيقة أيضا دي قدرة أخرى. سريعا القدرة الجديدة كمان، وأنا هتكلم مثلا عن مجال أنا بفهم فيه، الموزع الموسيقي. هو اللي بياخد العمل كله وهو اللي بيطلعه في صورته النهائية، بيروح الاستوديو مع المطرب يغني وبيحط التوزيعات بتاعته وبيخرج العمل مع المسؤول عن الميكس بتاع المزيكا وصوت المطرب. ده بيسموه موزع أو بيسموه من يخرج الأغنية. نجمنا النهاردة وضيفنا النهاردة، أنا طولت على حضراتكم ولكن خلينا نروح على طول لنجمنا وضيفنا النهاردة. الحقيقة عنده قدرات كثيرة جدا جدا جعلته موجود في نقول إيه، الصف الأول. فعلا عنده قدرات كثيرة جدا جدا جدا. هو إعلامي في الإذاعة وراح للتلفزيون، هو أيضا كاتب شاطر جدا جدا جدا، عنده قدرات وعنده خيال خصب واسع، بيقدر زي ما قلنا كده يعلم المستمع أو المشاهد من خلال المتعة على الاستماع أو الفرجة، وكمان مخرج عبقري وشاطر. وعايز أقول لحضراتكم شاب، ونروح له على طول نجمنا القدير الأستاذ محمد أبو المعاطي. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ خالد، ازيك حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله تمام. وشكرا على التتر الجميل على فكرة بتاع البرنامج، يعني فيه عراقة. وشكرا على المقدمة بتاعتك الخاصة بيا. هو بس في حاجة دي تهمني قوي. اتفضل. إن قبل الإذاعة والتلفزيون وبعد الإذاعة والتلفزيون، أنا خريج معهد سينما، وأنا يعني في الأساس سينمائي، فدي مسألة مهمة جدا بالنسبة لي يعني. طيب أستاذ محمد، يعني إحنا أولا ما قلناه الحقيقة أقل من حضرتك، وأنا عارف أن حضرتك يمكن أنا ما حضرتش حضرتك في الإذاعة. كان طبعا في مجموعة جميلة جدا متميزة، ودايما مخرجي إذاعة الإسكندرية بيكونوا على قدر من الموهبة، وحضرتك كنت من
يعني جيل، عايز اقول يمكن بعد جيل الاستاذ هنادي واستفدت منه. احنا طبعا هنتعرف عليك بشكل كامل، ولكن في البدايه انا عايز اقول بس لحضرتك، جيت في فتره يا استاذ محمد استفدت منها اكيد من ناس شطار كانوا موجودين داخل الاذاعه. الحمد لله، ده اكيد طبعا. انا جيت الاذاعه سنه 91 تحديدا، في يعني 7 ابريل 91، انا فاكر كويس. وكانت وقتها الظروف بتاعت تداعيات حرب الخليج وكده، وكان الدخول صعب، وكان في اختبارات. الإذاعة كانت طالبة مذيعين ومقدمين برامج ومخرجين، والمسائل اتأجلت أكتر من مرة بسبب ظروف الحرب. لكن أنا قبلها بحوالي 6 شهور يعني كنت متواجد في اسكندرية بشكل دائم نتيجة ظروف عائلية وكده. فمن ضمن أصدقائي المقربين جدا الأديب السكندري الكبير مصطفى نصر. الله. طبعا. أستاذ مصطفى كان عارف كويس قوي اهتمامي بالسيناريو وبشغلي في القاهرة. كنت بدأت بقى أكتب سهرات للتلفزيون، وبدأت أجهز لحاجات سينما وكده، بس الظروف العائلية اللي حصلت في اسكندرية يعني شدتني شوية. فهو كلم الأستاذ هنادي لما عرف، كبير طبعا، الأستاذ هنادي محمود رحمة الله عليه، آمين يا رب. لما عرف ان الاذاعه يعني هتطلب مخرجين، فكلموا عليا رغم ان انا خريج سيناريو، بس انا دارس اخراج وعلى ايد ناس كبيره، يعني استاذ محمود مرسي، هشام ابو النصر، محمد بسيوني، مذكور ثابت، صلاح ابو سيف، يوسف شاهين، توفيق صالح، الناس دي كلها يعني. انا اعرف كمان يا استاذ محمد ان حضرتك كنت حاصل على يعني اقول مركز متقدم، يمكن الثاني او الاول حاجه كده على الدفعه. انا بالنسبه للدفعه في معهد السينما كنت الثالث، وكان المفروض ان انا يعني اتعين، بس انا الحقيقه ما ساعدش لان انا ما عنديش طولة البال الاكاديميه، يعني مش عندي يعني الحته دي. لكن انا كنت الاول في اختبارات الاذاعه، لان بقول لك الاستاذ مصطفى نصر لما كلم الاستاذ هنادي فقال له لا طب احنا عايزينه يعني. طبعا. اتعرفت على الاستاذ هنادي قبل الاختبارات بحوالي 6 شهور، وفوجئت في اللقاء الثاني على طول ان هو بيطلب مني صوره عشان يعمل لي كارنيه دخول المبنى، واحضر بروفات وتسجيلات دراما وحاجات كده. بالممثلين يا استاذ محمد؟ نعم، بالممثلين. بروفات حيه لايف، سواء القرايه في اداره التمثيليات او التسجيل في الاستوديو تحت يعني. تمام. فجيت وقتها كانت قبليه موجوده قبليه بسنتين صديقه عمري وزميلتي في معهد السينما، الأستاذة القديرة فيفيان محمود. طبعا أستاذتنا القديرة مدام فيفيان محمود. طبعا. وعلى فكرة مدام فيفيان هي الوحيدة في مبنى الإذاعة والتلفزيون في اسكندرية اللي خريجة معهد سينما قسم إخراج. هي الوحيدة. وكان موجود بقاله 6 شهور صديق عمري برضو، المخرج محمد السماحي. اسم برضو اسم معروف. طبعا كان موجود بقاله حوالي 6 شهور وكده يعني. فانا اتعرفت يعني، طبعا فيفيان انا عارفها كانت زميلتي في المعهد، اتعرفت على محمد السماحي وبقيت اروح واجي لغايه ما تم الاعلان رسمي عن الاختبارات. استاذ محمد، قبل الاختبار بقى خلينا نرجع كده شويه والاذاعه مع الاستاذ محمد ابو المعاطي الفنان. طبعا قبل ان يكون اقول ايه، مش عايز اقول موظف، يكون فنانا باذاعه الاسكندريه، يعني يكون عنده قدرات بيخرجها عند للمستمع عفوا يعني. بص انا هتكلم معاك بمنتهى الصراحه. يا ريت. يا ريت. والصراحه دي يتحط تحتها خطوط، لان الصدق مع النفس والمصداقيه اللي بيشتغل في المجال الإعلامي أو الثقافي أو الفني
مهمة جدا جدا جدا. صحيح. ليه بقول لك كده بقى؟ مساحة الفهم للي انت بتعمله مهمة جدا. يعني انا بعد العمر ده اقدر اقول لك ان انا يعني بعمل الحوار ده مع حضرتك دلوقتي، وكل اللي انت قلته في السي في بتاعي صحيح، لكن لما اجي عند الاذاعه اقول لك انا مستمع اذاعي من طراز فريد جدا، ولكن لست اذاعيا. طيب يبقى دي نقول بقى ان احنا بنحاول نوضح الامور للساده المستمعين واحده واحده. طبعا ده للساده المستمعين ولشباب العاملين، انك انت مش المساله وظيفه. ما انا قلت في الاول صح كده. واخد بالك؟ هقول لك بقى الحب الاذاعه قبل ما نلتحق بالاذاعه اساسا. اولا انا ابن منطقه بحري. ومنطقه بحري لغايه فترات قريبه جدا كانت من اميز المناطق الشعبيه في اسكندريه. ليه بقى؟ لانها فيها كل حاجه، فيها البحر، فيها ريحه اسكندريه كلها يا استاذ محمد. بالظبط. فيها الاسماك، فيها محلات مميزه، فيها طرز معماريه مختلفه بسيطه جدا، فيها الدروب والعطفات والحواري والازقه، وده قلما تجده في مناطق كتير في اسكندريه. فقربها من البحر كان بيأثر جدا على العادات والتقاليد والتعاملات بين الناس اللي موجوده فيها. من ضمن العادات والتقاليد في الفتره دي تحديدا بقى في الستينيات كان تسعينات يا استاذ محمد. ستينيات ايه؟ انا بتكلم عن الناس مش حضرتك. لا بتكلم عن الناس. التسعينيات ده انا جيت عندكم. تمام. انا جيت عندكم. انا فاكر طفوله حضرتك من سنه 90 او 95 يا استاذ محمد. احتمال. شباب، ما احنا قلنا شباب يا ريس. لا ده شباب الفكر بقى. شباب الفكر والروح. طبعا. لا انا يعني بين قوسين كده انا عيل جدا يعني وكوير. اللفظ بتاع كوير ده يعني. لا هنيجي عندها. هنيجي عندها. نكمل يا ريس. هحرجك جامد. يلا بينا نكمل يا ريس. من عادات بحري وقتها كان لسه التلفزيون في بداياته خالص. 90. تمام. 90. مين كان سيد الاعلام في البيت؟ اذاعه. الراديو. صحيح. فكان وقتها في احدى الشركات الشهيره جدا بتعمل راديو كبير، وكانت الزراير بتاعته واخده شكل صوابع البيانو. اوكي. تمام. الزرار بتاع البلاي والزرار بتاع الديلي والحاجات دي. قصدك حضرتك المشغل الموسيقى او مشغل البرامج الموسيقى. أيوه. مش البيانو. تمام. ومكان من كتر اهتمام الناس بهذا الجهاز كانوا بيعملوا له كسوه خاصه بيه، وتتغسل كل اسبوع، تتحط واحده تانية، والتانية لما تبقى كويسه تتبدل حفاظا عليه. طيب ده الجهاز. لكن الجهاز ده بقى كان واحد من البيت. ايه اللي بيحصل فيه؟ انا مش هتكلم على الاذاعه بشكل عام، خليني فيما يخص اذاعه اسكندريه. اذاعه اسكندريه لما بدات كانت هي طبعا في يوليو 54. اذاعه اسكندريه 1954 صحيح. 54 كانت ثالث اذاعه في مصر بعد البرنامج العام. هي اول اذاعه اقليميه. وبعد صوت العرب. صوت العرب 4 يوليو 53، وبعدين اسكندريه 54، والشرق الاوسط 64. الشرق الاوسط 64 اقليميه في مصر. اوكي. حافظ عبد الوهاب الله يرحمه، وكان ارسالها ساعتين، وكانت في شارع شريف، ما كانتش في بكوس. احنا نرجع تاني بقى نقول قبل دخول الاذاعه بنتكلم بقى على الاستماع للاذاعه. ما هو اتفضل. انا بكمل مع حضرتك. اتفضل. ماشي لك بشكل تصاعدي. تمام. كان عدد ساعات الاذاعه في اسكندريه قليل جدا، ولكن رغم الساعات القليله دي
كانت في بعض حاجات بتجذب الناس في اسكندريه بطريقه جامده جدا، وبمرور الوقت تكتشف ان الاذاعه دي اتسجل باسمها ارقام كالاولى في اذاعتها. يعني مثلا اول اذاعه عملت مسلسل يومي اللي هو كان مسلسل الساعه 7. لك ان تتخيل ان البرنامج العام الاذاعه الام اللي انشئت في سنه 36 اخذ هذه الفكره من اذاعه اسكندريه واصبح بيقدم مسلسل يومي الساعه 5:15. وثقوا اعزائي المستمعين ما يقوله مخرجنا وكاتبنا الدرامي الكبير والاعلامي الكبير استاذ محمد ابو المعاطي. توثيق يا استاذ محمد من حضرتك. طبعا مسلسل الساعه 7. لك ان تتخيل ان الاستاذ حافظ عبد الوهاب الساعه 7 الا 5 كان له برنامج يومي اسمه الا 5 اللي هو بعد كده اتاخد منه البرامج الاحاديث الصغيره زي كلمتين وبس، وزي من النافذه كان الساعه 8 و5، وراح التلفزيون باسم تاني كمان بعد كده على القناه الثانيه. ده حافظ عبد الوهاب اللي بدا البرامج دي. اوكي، كان الجريده اليوميه اللي هي الساعه 7:30 جريده الاسكندريه النشرات العامه كانت ناس كتير جدا بتستناها عاوزه تعرف اخبار اسكندريه. كانت في الاخر فيها فقرتين، نشره الغائبين، ودي كانت خدمه مهمه جدا ان الناس اللي تغيبوا او الاطفال اللي تاهوا الاذاعه كانت بتعرف تعمل ربط وبتستقبلهم او تنوه عنهم وتساعد اهاليهم في انهم يجدوها. خلينا بقى نروح على حضرتك على طول يا استاذ محمد، عشان برضو يعني كيف كان لكل هذا دور في بناء انا مش هطول عليك على لا انا مش قصدي، انا عايز اروح بقى اودي الدفه ناحيه حضرتك شويه. ما هو انا بقول لك ازاي قعدت جنب الراديو. يعني ما اصل انت مش هتحب حاجه وهي بعيد عنك. ده صحيح. لازم تحب حاجه وهي قريبه منك. فانت قعدت جنب الراديو. من ضمن الحاجات اللي قعدتك جنب الراديو مسلسل الساعه 7 لما تلاقي العيله كلها بتسمع المسلسل ومهتمه بيه جدا وعاوزه تعرف ايه اللي حصل بعد كده طبعا. وبعدين بقى تلاقي الاسامي اللي هي عملت تاريخ للدراما السكندريه، لما تلاقي رحمه الله عليه حسين ابو المكارم، ده مخرج كبير طبعا. لما تلاقي محمود شركس، لما تلاقي الاستاذ عبد الحي شحاته ايضا مخرج، الاستاذ خالد منيب مخرج ايضا، بعد كده الاستاذ هنادي محمود طبعا. اوكي. فده كان طقس مهم جدا للاذاعه. وبعدين تكتشف انك انت بقيت تحفظ اسماء الممثلين بقى، وحدث ولا حرج، مش هقدر اقولهم دلوقتي عشان ما انساش حد. كتير. تمام. وبعدين تلاقي مؤلفين على قدر كبير جدا من القيمه الابداعيه، لما تلاقي الاستاذ احمد عبد الفضيل، الاستاذ مصطفى جمعه، الاستاذ كمال عبد العزيز، اسماء كبيره قوي. طبعا الاستاذ محمود رشدي، الاستاذ علي الباز، الدكتور علي نور، دكتور بشير كمان، يمكن انا حضرت دكتور بشير، الدكتور بشير صفار، وناس كتير جدا، مدام سامية جمال الدين يمكن كمان. تمام. فترتبط بالحدوته اللي بتتقدم في المسلسل، فتبدا تتخيل انك انت واحد بتشارك في الحدوته دي، فتتفتح فيك مسائل حب الكتابه. الله. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه من برضو الاوليات اللي تحسب لاذاعه اسكندريه البرنامج الشهير جدا من ارشيف المحاكم. طب ما تيجي كده نسمع جزء منه يا استاذ محمد ونرجع للساده المستمعين مره ثانيه. يا ريت. يلا بينا. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات أمين بدوي، أيمن الخشاب، فريدة صلاح، أحمد يحيى، صلاح عبد القادر،
نادية إبراهيم، مروى نور الدين، نسرين جلال، نادية أمير، وأحمد عبد الرحمن. الهندسة الصوتية طارق عجمية. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود. الموسيقى دي قوية قوي يا أستاذ محمد. بص، الموسيقى دي سيمفونية. أعتقد والله أعلم إن هو كان الموسيقار بيزي، الأربع فواصل تم اختيارهم بمعرفة رحمة الله عليه الأستاذ المخرج عبد الحي شحاتة من سنة 61. هذا توثيق جميل يا أستاذ محمد بصراحة. طبعا توثيق رائع. ده مش بس كده. المخرجات اللي موجودين حاليا عارفين كويس ان كل نقلة عليها رقم. في نقلة عند حدوث الجريمة، ونقلة عند التحقيق، ونقلة عند اعتراف المتهم، ونقلة عند النهاية. يعني ده هو مش مختارهم بس كده، ده مختارهم بالأرقام والتوظيف. ده الأستاذ عبد الحي شحاتة يا أستاذ محمد. الأستاذ عبد الحي شحاتة طبعا هو صاحب هذا البرنامج. حقيقة أنا حابب كمان أشكر يعني زملائنا أستاذة حنان منصور وأستاذة أحلام. الحقيقة يعني عايز أقول هم مجمعين حاجات جميلة جدا. بس إيه أحلام بتسأل حضرتك حابب تسمع إيه؟ يعني إيه مين المطربين اللي يعني هنكمل، بس إيه حابب تسمع مين كده عشان تجهزهم برضو معانا؟ والله بص، بما إننا في إذاعة اسكندرية، يعني أنا يعني ما ينفعش ما اقولش بدرية السيد وعزت عوض الله رقم واحد. اصوات جمال جدا جدا، صوتين اروع من بعض. لا ده بدرية السيد في موال طلعت فوق السطوح انده على طيري. يعني ده مشهور جدا جدا جدا. طبعا. وموعوده بحبك موعوده. لا لو اتكلمت انا مش عاوز اطول. لا عشان ما اتوهكش. يعني انا بس عاوز اقول لك بعد اذنك، انا بشكرك على دخلة ارشيف المحاكم، وعاوز اقول ملحوظة صغيرة، ان انا كنت اول واحد يكتب من ارشيف المحاكم ولست محاميا. هي كانت قاصرة كتابتها على المحامين فقط، ولكنها قراءات يا استاذ محمد. هي في الاول وفي الاخر حلقة بوليسية، واخد بالك؟ ولكن إذاعة اسكندرية كانت دايما بتتوخى قوي الدقة والتفاصيل، علشان في حكم في كل حلقة، فكان بيفضل ان اللي يكتبه يبقى محامي. طب ما بقية الدراما ما بيبقى فيها احكام واللي كاتبينها مش محامين. هو يعني هيتشكوك كان محامي اللي هو رائد الدراما. دي بقى من الحاجات اللي كانت بتعمل خلاف دايما بيني وبين القيادات. علشان كده دايما بقول لك حط خط تحت مساحة الفهم. انت فاهم اللي بتعمله ولا لا؟ ده صحيح، عشان تبقى مصر عليه. انا بس علشان ما نتوهش اللي بيسمعنا، انا وقفت معاك لغاية عشق الراديو جه عندي ازاي. اتربيت على الراديو بشكل غير عادي، كبرت وكبر معايا، واتسعت بقى الاذاعات واتسع السمع، وكل مرحله لها اذاعاتها. لما بتبقى مراهق بتسمع ايه، ولما بتبقى شاب بتسمع ايه. ولكن اذاعه اسكندريه لها جذور عافيه جدا جوايا كمكان وكاشخاص. ما زلت حتى الان على علاقة وثيقة جدا بالناس اللي أنا اشتغلت معاهم، سواء كمخرج وأنا على قوة الإذاعة وهم كانوا يعني 2.5 سنة فقط، أو سواء وأنا مؤلف. وسؤالك اللي أنت سألته لي، مين الناس اللي أنا لحقتهم؟ يعني دي كان مهمة برضه نوع توثيق برضه يا أستاذ محمد. لا طبعا أنا قلت لك أسماء اللي انا نشأت على ايديهم، لكن اسماء اللي انا لحقتهم واشتغلت معاهم الزمالة محظوظ، واخد بالك؟ بص يا خالد، اتفضل. مهم جدا الكيان
لما يبقى ثقافي او فني او اعلامي، والانسان لما يبقى ثقافي او فني او اعلامي لو عنده تاريخ تأكد لازم يخاف عليه ويحافظ عليه ويطور منه. هو النجاح اسهل بكتير من الحفاظ على النجاح. طبعا اذاعه اسكندريه عندها تاريخ عريق جدا، ولكن التحفظ كيف استمر هذا التاريخ. القاهره يعني كان لها تدخلات كتيره جدا في سياسات الاعلام وحاجات كده، فالاقليميات بقت بتروح وتيجي، واخد بالك. المهم انا يعني بكل فخر بقول ان انا دخلت الاذاعه وكان رئيسها انا مش هقول غير رحمه الله عليهم لانهم باقيين، يعني هم ذهبوا كاجساد، ارواحهم موجوده معانا. طبعا الاستاذ صابر مصطفى القدير الكبير جدا جدا، الاستاذه عفاف المعداوي، طبعا صوت اذاعي وهويه اذاعيه كبيره، اعلاميه كبيره جدا جدا. الاستاذ هنادي محمود المخرج الكبير العبقري. تمام. وبعد كده خليني محظوظ يا استاذ محمد، والله حضرتك محظوظ. انا هقول لك طيب احنا بس حابين نستأذن من حضرتك، هنستكمل اعزائي المستمعين باقي حوارنا الممتع مع الفنان، عايز اقول الفنان الاعلامي المخرج الاستاذ القدير الاستاذ محمد عبد ابو المعاطي بعد موجز الانباء ان شاء الله. من أرشيف المحاكم. أساتذة FM، الإعداد والتقديم خالد السيد. من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني وازاي نقدروا ننسوه. من بحري وبنحبوه أيوه أيوه، من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني وازاي نقدروا ننسوه. ما زلنا أعزائي المستمعين مستمتعين بلقائنا مع المخرج والمبدع الجميل القدير الأستاذ محمد أبو المعاطي. ما زلنا مع حضرتك أستاذ محمد. ايه الدخلة مش أنا والله، من بحر مش أنا والله دي أحلام وفي زميلة أستاذة حنان منصور. أحلام يعني. في زميلة اسمها مدام حنان منصور. تعرفها يا ريس؟ والله هو انا موجود، كان في مجموعه جديده كده كانت هي منهم تقريبا، كبروا هم وبقوا مذيعات ما شاء الله يعني. منال زيدان كانت بتكتب الشيفت لسه وقتها، حنان منصور كانت في الاوروبي تقريبا على ما اتذكر، كبروا هم وبقوا مذيعات ما شاء الله. والله عايز اقول لحضرتك متألقات جدا 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 بامانه والله، وانا يعني كنت محظوظ بوجودهم معايا في التتر. الحقيقه عملوا باقه جميله جدا، الحقيقه انا ما كنتش اتخيل ان يعني مجموعه جميله زي دي انها طبعا تعمل معايا التتر. انا بشكرهم شكرا جزيلا على الهوا والله. كلهم، مدام حنان منصور، مدام منال زيدان، مدام مها محمود، مدام نشوى حسين، وكمان زميلنا الجميل القدير احمد خيري، كلهم الحقيقه كل واحد فيهم قدير ببصمته يا استاذ محمد. ما شاء الله. على فكره يعني الناس دي يعتبروا يعني من اخر الاجيال اللي حبوا شغلهم وتفانوا فيه جدا على فكره، وكانوا بيتعبوا قوي في بداياتهم يعني للامانه يعني، وما زالوا، فكل التحيه والتقدير لهم. انا بس يعني بما اني سيناريست هكمل معاك المشهد. القيادات اللي انا اشتغلت معاهم واعز الناس اللي انا ما زلت على تواصل معاهم، وطبعا انا قلت الاستاذ صابر مصطفى، مدام عفاف المعداوي، الاستاذ هنادي محمود، مدام فريده حماد الله يرحمها، الاذاعيه الجميله الاستاذه رجاء بسيوني طبعا، الاذاعيه الجميله الاستاذه ميرفت حنفي طبعا، الاذاعي الرائع الاستاذ لاشين حسين، كلهم اسماء جميله جدا. طبعا. وبعدين الزملاء اللي هم يعني
ما كانوش في القياده، لكن كنت بحب قوي الشغل معاهم رغم الفتره القصيره اللي انا قضيتها. الاستاذه سونيا سلام طبعا كنت بحب قوي اشتغل معاها. طبعا في طبعا مجموعه الشباب اللي انا بدات معاهم وكنت اكتر مخرج قريب منهم، لان انا برضو كنت اول مخرج في اذاعه اسكندريه انزل اشتغل شيفت هوا 6 ساعات اعداد واخراج اسبوعيا كل يوم 3. 6 ساعات يا استاذ محمد؟ 6 ساعات، وانا اللي بادرت، انا اول واحد نزل الهوا كمخرج اعداد واخراج، وتشهد على ذلك الاستاذه عفاف المعداوي كانت مديره التنفيذ وقتها، ومن الناس اللي اشتغلوا معايا موجوده دلوقتي الاستاذه هدى حافظ، وكانت الله يرحمها ليلى غريب وهدى يسري، مدام هدى يسري طبعا حافظ طبعا كلهم فيهم قدير طبعًا. والله وكان وقتها كان في مجموعه مش من المذيعين، ولكن كانوا بيشتركوا بمداخلات ورسائل، احمد وهبه، نشأة الشنهاب، نهال، منال زيدان كانت لسه تحت الاختبار الفتره دي، فكنا مجموعه شباب متحمسين جدا وعملنا شغل كويس قوي. لكن انا زي ما بقول لك، زي ما كنت اول واحد اكتب الارشيف وانا مش محامي، فانا كنت اول مخرج اخد شيفت هوا يوم مفتوح 6 ساعات كاملين اعداد واخراج، وكان محقق مردود عالي جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. بمساحه يعني سبورت جامده قوي من الاستاذ صابر مصطفى ومدام عفاف المعداوي. الحقيقه ما هي مش هتيجي من فراغ يا استاذ محمد. طبعا. خلينا بس بقى من النقطه دي نروح لحاجه يعني قد تكون ايضا ثقافه للسيد المستمع الكريم اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي. بيسمعوا كتير جدا عن كلمة مخرج إذاعي والفترات المفتوحة. ما يعني بعد إذن حضرتك نبذة بسيطة كده وصغيرة جدا، كيف يكون إخراج فترة إذاعية من الفترات يا أستاذ محمد؟ يعني بتقول 6 ساعات كنت بتشتغل فيهم، أكيد عمل مرهق جدا جدا جدا. بص، هو أنا اللي أرهقت نفسي بنفسي، عارف ليه؟ ليه بقى؟ علشان أنا بما إن أنا رقم 1 سيناريست، تمام؟ فأنا اللي كنت بعد ال6 ساعات. كتير برضه يا أستاذ محمد. ما هو اليوم المفتوح 6 ساعات ومحدش أجبرني، أنا اللي اخترت كده. أنا اللي اخترت، واخد بالك؟ فكان الإرهاق في إيه؟ إنك أنت بتختار موضوع وتقسمه على 6 ساعات، وبيبقى معاك 4 مذيعين على شيفتين. ده كده إعداد وإخراج، حضرتك خدت الاتنين مع بعض. طبعا انا كل شغلي في الاذاعه وانا مخرج، انا اللي كتبته. تمام. انا في المقام الاول كاتب، وبعد كده اشتغلت للاذاعه مش كاتب، سيناريست كمان. كاتب فقط واخد بالك. فكان ده الارهاق في اعداده. وبعدين وقتها كانت طبعا ما كانش بقى فيه سيرفر والكلام ده، كانت الشرايط الريل بسرعه اقوم راكب شريط فك شريط. طبعا لا انا علشان يعني ودني اذاعيه من صغري، واخد بالك، وبرضه ما زلت مصر لست اذاعيا، اعشق الاذاعه ولكني لست اذاعيا. من يقول على نفسه انه اذاعي له مواصفات خاصه كثيره جدا، ربما معظمها لا يتواجد فيه. المهم يعني كنت بنزل مثلا حاجه بتاعت 40-50 شريط. طبعا واخد بالك، ونوعت جامد جدا جدا يعني، وكانت بتدخل البرامج العاديه في وسط اليوم، لكن كنت بدفرها، واخد بالك. فلا قعدت فتره طويله، وبعد كده استمر الموضوع ده، استمر ان يبقى فيه مخرجين بس بيجوا الفجر تقريبا. يعني عايز اقول عفوا يا استاذ محمد، عايز اقول ان الاخراج بمعلومه بسيطه كده هو الاختيار الأعمال اللي بنملى بيها الفترة بشكل مفيد وممتع للمستمع. هقول لك على حاجة برضه على سبيل الصراحة. اتفضل. وعلى سبيل مساحة الفهم. علشان إيه؟ أنا مش بحب الجمل المعلبة ولا بحب الكلام المحفوظ اللي هو إيه بيبقى مرطرط ويجرنا المناطق ملهاش قيمة وملهاش عمق. مفيش حاجة اسمها مخرج تنفيذي، ولا في الإذاعة ولا في التلفزيون. بص الكلمة إيه؟ الكلمة أصلها إيه؟ تنفيذ.
إذا هو منفذ. المخرج مخرج فقط في الدراما، وعلى مسؤوليتي. تمام. أنا كنت بنزل استوديو الهوا، المذيع هو من يتواصل مع المستمع. أوكي، والله بقى صوته حلو، أداؤه كويس، تواصله جميل، مبهج، متلون على حسب ما يقرأه، دي حاجة بتاعته. لو هو ممثل أنا بختاره من الأول وبديله سكة الأداء من الأول، لكن المذيع خلاص مش أنا اللي مختاره، ولا أنا اللي بقول له صوتك هنا كذا وصوتك هنا كذا، ده خلاص اوريدي وعلى هوا. فاهم قصدي؟ تمام. أنا فقط أجود من الفترة وليس من الأشخاص. ما أنا بخرج الفترة كلها بشكل يناسب المستمع ويمتعه ويفيده. ما بتبقاش هنا في الأساس كمخرج. أنت دلوقتي اللي موجود في الفجر نازل له شيفت من فوق الساعة كذا في كذا، الساعة كبير مش عارف. لا، ما هو مش كده، حضرتك بتبقى مختار بقى وانت بتعد الحاجة كلها هتمشيها ازاي. ايوه ده لما كنت بشتغل اليوم المفتوح 6 ساعات كانت بتبقى فيه يعني هو تنفيذ، ولكن في تاتشات رؤية فقط. ولكن الإخراج بمفرداته في الدراما، أصل المخرج ككرييتور يعني أو كمبدع بيتلخص في 3 حاجات. يعني أداء اللي بيديه للممثل، إيقاع العمل واخد بالك، وفي نفس الوقت الرؤية العامة. ده في الإذاعة، لكن في التلفزيون أو في السينما اختيار زاوية الكاميرا، حجم اللقطة واخد بالك، وحركة الكاميرا وحركة الممثل. دي معلومات برضه. طبعا. استاذ محمد، مثلا في الإذاعة يعني قبل ما فنيا مثلا، هل في مخرج في الإذاعة دلوقتي يعرف ان زي ما في ديكوباج في الكاميرا، يعني احجام لقطات كلوز اب وميديوم شوت ولونج شوت، الكلام ده موجود في المايك بتاع الميكروفون؟ موجود. موجود طبعا. لسه كنت هسأل حضرتك على السؤال ده بالظبط. في حاجة اسمها مستويات صوتية، ليفل اوف ساوند. ده صحيح. انت الممثل يبعد من المايك، انت يقرب. هو ده، بص هتقرب قوي، ده الكلوز، بس انت هتقرب توظيف الجملة اللي هتقولها ايه. ما هو كان في مخرج عبقري في الستينات والسبعينات اسمه محمد علوان، قدم روائع الادب المصري عبقري من خلال مسلسلات اذاعيه. صحيح. لغايه النهارده محمد علوان وهو في الستينيات عمل ايه؟ كان بينقل من مسمع لمسمع على فيد اوت او فيد ان ومؤثر دون استخدام موسيقى. طب ما تيجي نروح كده ونسمع ستايل السينما، نسمع كده ما محضر لنا حاجه ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اوكي يا ريت. رحلة درامية بين سطور الإبداع. أقلام سكندرية. أقلام سكندرية، رؤية درامية، محمد أبو المعاطي، إخراج فيفيان محمود. مالك يا بحر قلبت مرة واحدة كده؟ وماله، نلم الشبكة ونرجع تاني. ياه، ده الموج عاتي قوي، القارب مش حمل كده. لما أقدف وربنا يستر يا قوي.
ما زلنا أعزائي المستمعين مع المخرج والكاتب المبدع الأستاذ محمد أبو المعاطي. أستاذ محمد ما زلنا مع حضرتك، ويمكن الحلقة النهاردة من إخراج، يعني هو إخراج كده زي ما بنقول كده زملائنا أحلام وأستاذة حنان منصور، أستاذة أحلام وأستاذة حنان منصور. نرجع تاني أستاذ محمد ونكمل، ويمكن المقطع اللي سمعناه ده خدنا بالنا إزاي صوت البحر وصوت يعني إزاي بقى المخرج هنا تعامل مع الأمر طبعا بشكل جميل. بص، أقلام سكندرية ده كان في 2006 وأعتقد كان رئيس الإذاعة وقتها الأستاذ لاشين حسين. أستاذ لاشين، تحية كل تحية والتقدير. وهو كان برنامج على فكرة من أميز البرامج اللي أنا عملتها، وكان مجهد جدا لأن هو تحويل القصة القصيرة لكتاب الإسكندرية إلى دراما ربع ساعة. فأنا اشتغلت على مدار عام كامل، عملت فيه 52 حلقة. بسم الله ما شاء الله يا أستاذ. 52 قصة. هتخليهم 55 طيب؟ لا أنا مش من الهوايات دي. والله 52 تمام. حلقة. وكان له مردود كويس قوي، بس هو كان متعب بقى لأن أنا كنت بروح الندوات، عارف اللي أنت بتحضرها دلوقتي مع كتاب القصة أدب في اسكندرية. وكنت بروح، كان رحمة الله عليه أحد أصدقائي الكبار اللي له فضل عليا في القراءة، الأستاذ عبد الله هاشم لو تسمع عنه. طبعا يوم الاثنين. فكان هو اللي بيجمع ندوة الاثنين، أنا عارف كده. أيوة، لأن أنا متربي فيها دي بقى، أصل ثقافة الأنفوشي والبحري. فكانت ندوة الاثنين، حتى لما راحت مركز الإبداع برضو كنت بروحها، كنت لسه متخرج من معهد سينما. فكان بيجمع لي كل أسبوع ما يقرب من 15-20 مجموعة قصصية، ويعرفني على الكتاب، وأقعد أقرأ يعني في الأسبوع ما يقرب من حوالي 20-30 مجموعة علشان أختار القصة اللي تناسب الموضوع ده. وكان الإخراج لزميلتي العزيزة المتميزة وفيفيان. يعني فيفيان كان لها دور كبير قوي في إن أنا أتواصل مع الإذاعة ككاتب، لأن أنا لما سبت الإذاعة يعني كان في شوية حاجات كده خلتني بعدت، سبتها كمخرج واتنقلت التلفزيون. بعد كده كان هي لها دور كبير قوي في ان انا ارجع ككاتب بقى. زي ما بقول لك، كنت اول واحد اكتب ارشيف المحاكم وانا مش محامي، اقلام سكندريه. وبعد كده معاها هي ومع الزميلات امال صادق وداليا دبور ودعاء حسنين، مسلسل كلهم مخرجات متميزات والله. ولكن اقف عند الزميله العزيزه الشاطره ومدام شربات، يعني الاسكندراني بالاسكندراني. ايوه بحري. لان انا عملت معاها مسلسلين صغيرين، مسلسل كوميدي. ده مع مين عفوا؟ مدام فيفيان؟ مدام دعاء حسنين. دعاء حسنين زميلتنا دلوقتي في الشرق الاوسط. لا بص، لو فيفيان هقول دمها زي الشربات، لكن دعاء حسنين هقول شربات. والله بسمعها لها. والله يا استاذ محمد، على فكره احنا علاقتنا الاخويه الحقيقه بتسمح الحقيقه ان احنا طبعا نتكلم مع بعض. كانت مبهجه وكانت كريمه جدا، ويعني كانت مريحه تحلف عليا انها لازم تعزمني في كل تسجيل تجيب لي مشروبين. فانا كنت مبسوط قوي بالموضوع ده، يعني مش مغرماني حاجه. فالمهم عملت معاها حكايات ناسيه. ايوه. مسلسل كان 5 دقائق يومي، كان كوميدي ظريف قوي، بطوله الراحله القديره نادية أمير. وبعد كده بعدها بسنتين عملت برنامج كان في رمضان وكان حلو جدا، اسمه فرحة رمضان. طيب نسمع ونرجع تاني؟ يا ريت. طيب يعني طب استاذ محمد، يعني دي الاعمال اللي حضرتك بتعتز بيها الحقيقه، ويعني خلينا نقول كده، نتكلم عنهم كده او عن عمل فيهم كده بشكل سريع. ايهما تفضل ان حضرتك تتكلم عنه يا استاذ محمد؟ العمل الرمضاني ولا العمل اللي كان قبله؟ بص، انا يعني اقرب الاعمال الى نفسي في اذاعه الاسكندريه العمل اللي انا تركت بسببه اذاعه الاسكندريه، لانه كان اول عمل ليا كتابه واخراج. ولكن طيب الحقيقه خلونا بعد اذنك يا استاذ محمد نروح الاول بس نسمع، لان يعني محضرين حاجه جميله قوي، مش عايزين يفقدوا جمالها يعني. يلا بينا. خلاص اوكي، اتفضل.
ها يلا قولي اللي اتفقنا عليه. ها؟ هو احنا اتفقنا على ايه؟ نسيتي تاني؟ حكايات الست ناسي. مع نادية أمير. استر يا رب، استر يا رب. مالك يا اسطى في ايه؟ لجنة مرور. ومال؟ اني مستحمية وقصة ضوافر. هي لجنة سهة، رخصي كانت لسه مسحوبة. اديك عديت من غير ما يوقفك. الحمد لله. يلا اتفضلي يا حاجة، ده بقى مبنى المحافظة. انتي هاجزة ولا استقبال؟ ليه؟ وانت جايبني مستشفى الميري؟ انت عايز كام؟ 3 جنيه. ماشي، امسك. جنيه. ايه ده؟ ونص. يا راجل يبقوا 2. ادي 3. ايه ده؟ خد يا اخوي. لا 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 لا، ايه ده؟ شيرين الدبرايز، انت راكبه سيسي في النزهه. الاجره 3 جنيه ورق. بقول لك ايه، احنا قدام المحافظه، هتاخدهم فكه وتمشي ولا اقول لهم انك ما شغلتش العداد؟ لا لا لا، ومالها الفكه؟ انا قلت حاجه برضه، هو هد طايلها. بعد كده هجيبها الصاله وهحطها في التاكس. هم فكروني بان ده حكايات الست ناس، يعني عمال احفظ فيه فقلت لازم اقول فكروني في الاول عشان افتكر. طب مين اللي عامل التتر طيب؟ مين اللي عامل التتر؟ صديقك. صديقي مين؟ هم اصدقائي كتر يا استاذ محمد. اظن مش عارف صوت تامر؟ هو تامر قبيل، ايوه طبعا. اصل انا يعني لم اسمعها، ما سمعتش نداء المحطه دلوقتي، ولكن هو صوت تامر قبيل طبعا، زميلي الطير المسافر المهاجر بره، ربنا يا رب يرجعه بالسلامه. طبعا حبيبي تامر. حبيبي. فكان دي دعاء الحقيقه. عملت معاها عملين بعتز بيهم، لكن يبقى أصداف الشاطئ هو اسمه حلو قوي يا استاذ الاعمال. اسمه حلو قوي 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 يعني. طبعا احب الاعمال الى نفسي، لان ده يعني اذا كنت اقلام سكندريه كنت بختار قصه قصيره لكاتب سكندري. ده كان اول عمل ليا متعب وعايز ابداع كتير. ده كان قصه قصيره او مسرحيه 1 اكت فصل واحد لكاتب من كتاب حوض البحر المتوسط، اسبانيا، اليونان، ايطاليا، البوسنه، يوغوسلافيا. وكانت في مقدمه عن الكاتب باغنيه من نفس البلد. كانت بتقدم المقدمه دي زميله على ما اتذكر كان اسمها، وكان صوتها حلو قوي، كان اعتقد اسمها حنان منصور. هنقول لها اديها خبر. حاضر. اديها خبر. فكل التحيه والتقدير طبعا. اختنا طبعا. ومذيعة شاطرة جدا ومعدة شاطرة جدا. لا حنان بعد كده في يوم من الايام تستضيفني عشان اتكلم عن الاستاذة حنان فقط، يعني ده موضوع ده موضوع كبير. فهو اصداف الشاطئ واصداف الشاطئ. حضرتك متخيل ان البحر او الشاطئ اجمل ما فيه الاصداف؟ الاسم حلو قوي. طبعا. لا اصل هو كمان ايه الصدفة حلاوتها في ايه؟ في الغموض المحبب بتاعها. حاجة شكلها جميل جدا ولكن مقفولة، فبتشدك انك تعرف ايه اللي جواها. ده صحيح. واخد بالك؟ بس انا في لازم يعني اقول موقف يخص هذا البرنامج كنوع من التحية والتقدير إلى روح الأستاذ صابر مصطفى. هذا القدير الكبير. أنا على فكرة ناس عمري ما جبت سيرته حتى قدام ناس من خارج الإذاعة إلا لما كلهم حقيقة أثنوا عليه. بجد والله بجد حاجة بنفتخر بيها جدا والله، رحمة الله عليه. صابر مصطفى 17 سنة كان مدير للإذاعة. الموقف إيه؟ اتفضل. إن يعني في بعض حاجات حصلت بعد تسجيل أول 4 حلقات من البرنامج، لا داعي لذكرها الآن. في الحلقة 5 من أصداف الشاطئ كنت على قوة القناة 5 نتيجة أسباب معينة. وإذا بالأستاذ صابر العظيم الذي يثق في إمكانياتي والذي يثق في الأسباب التي جعلتني أنتقل إلى القناة 5 يتصل
بالراحل العظيم رحمه الله عليه الاستاذ وائل عبد المجيد رئيس القناه الخامسه اسمين وقتها، كبار قوي يا استاذ محمد. ويقول له محمد له برنامج حلو جدا على الخريطه الله عندي، الله، فلو سمحت يكمله وهو على قوه القناه الخامسه. الاستاذ وائل يوافق والاستاذ صابر يمضي على هذا القرار، لان انا هدخل استوديو مونتاج وانا مش على قوه الاذاعه، واخد بالك؟ فلازم قرار اداري، وفعلا طلع لي قرار اداري وكملت البرنامج في 3 تسجيلات بعد كده، كل تسجيل 4 حلقات. كملت الدوره الاذاعيه طبعا، وانا على قوه القناه الخامسه. فلن انسى للاستاذ صابر مصطفى في جمله واحده رد اعتباري. استاذ محمد، بهذه نقول ايه، هو هنا فعلا اللي حكم الفهم زي ما حضرتك قلت كده والابداع، لان هنا عارف ان حضرتك فاهم ومبدع، وفي المكان التاني عارف انك فاهم ومبدع، ففي الحالتين هم واثقين فيك ثقة تامة انك هتقدم حاجة جميلة وممتعة. تمام، بس ضيف بقى حاجة اهم. ان هو انقذني من الشرك الاداري الذي ادى الى خلاف جعلني لم اكمل البرنامج كما شئت. يعني كان في شرك اداري اتعمل المفروض ما يتعملش، فهو قدر البرنامج زي انت ما بتقول بالظبط، وقدر قيمته الفنيه والابداعيه، وقدر حماسي، واخد بالك؟ لان انا كمان كنت عامل حاجه يعني من كتر حبي وحماسي، انا كنت معتمد كمؤلف، ولكن لسه الاعتماد ما جاش، فكنت كاتب البرنامج مجانا. فلما تحصل خلافات من بعض الاشخاص والاستاذ صابر ينصفني، له كل تحيه وتقدير، عشان كده انا بقول لك رد اعتبار. استاذ محمد، يعني احنا عايزين نقول ان الحوار مع حضرتك ممتع لدرجه ان احنا عايزين نقعد ساعه واثنين و10 و20، ولكن الحقيقه الوقت بتاع البرنامج لا يكفي، فبنعتذر جدا لحضرتك، بنقدم كل الشكر والتقدير للمخرج المتميز جدا المبدع القدير الأستاذ محمد أبو المعاطي، وعلى وعد من حضرتك بلقاءات كثيرة وتوثيقات أكثر في لقاءات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله، أشكرك جدا، وأرجو إن أنا ما كنتش يعني طولت على المستمعين. ضيف جميل في بيته يا أستاذ محمد. وتحية والتقدير لإذاعة اسكندرية العريق. عن قصة القارب والشيخ للأديب سعيد بكر. في الأسبوع القادم وفي نفس الموعد رحلة جديدة مع أقلام سكندرية. محمد أبو المعاطي، فيفيان محمود. حقيقة بكل الحب نتقدم بالشكر للأستاذ محمد أبو المعاطي المخرج والكاتب والسيناريست، وزميلنا هنا كان في الإذاعة السكندرية، إذاعة الإسكندرية، وأيضا في القناة الخامسة. يا رب دوما متمنين له كل الصحة، وإن شاء الله نلتقي بيه في حلقات قادمة. مش عارف أشكر إزاي الأستاذة حنان منصور، الحقيقة كانت موجودة معنا النهاردة، وكمان أستاذة أحلام الصباغ، الحقيقة متميزة جدا باختياراتهم. بشكركم شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، كل شكر حضراتكم. نلتقي بكم على خير الأسبوع اللي جاي، يكون معنا ضيف جديد ونجم جديد. شكرا لكم، كان معاكم خالد السيد. موعودة بحبك، موعودة برموشك وعينيك السودة، والله أنا خايفة تشمت في، والله أنا خايفة تشمت في كل بنات العزة يا حودة يا حودة يا حودة.